السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح تكون طبختنا كبسة دجاج. أول شي ننزل الزبدة، بعدها نضيف شوي من زيت الزيتون، ننزل ورق الغار وباقي البهارات مثل ما تشوفون. القرفة طعمها لذيذ جدا، والليمون لابد منه. بعدها يا اخواني راح ننزل الهيل، ونزلنا ملعقة صغيرة من المسمار. قطعنا فلفل أخضر حبتين، وبعدها الفلفل الأحمر جهزناه قطعة صغيرة مثل ما تشوفون. البصل جهز. طبعا نزلنا البصل ونخليه يتشوح 3 دقايق، وبعدها ننزل الفلفل. دقيقتين تقريبا نحرك شوي، ونضيف الجزر. يعطي طعم خطير خطير. بعدها نحرك شوي ونشوح التتبيلة الجميلة. وحاليا ضفنا الثوم والزنجبيل المطحون، ضفنا شوي من معجون الطماطم ونحرك شوي. طبعا في شي جميل راح اخبركم عنه، قشر البرتقال. انصحكم تجربته. قشر البرتقال مثل ما تشوفون ضفناه، ونزلنا الطماطم قطعة صغيرة مقطعة، وبعدها ننزل فلفل اسود، ضفنا شوي ملح، وننزل الدياي. راح ننزل الدياي على الخليط، ونضيف كمية من الماي مثل ما تشوفون، ونتري الخليط على نار هادية. ضفنا الفلفل. طبعا الخليط السابق نخليه تقريبا بحدود 10 دقايق. هني خلطة الدقوس، ضفنا الطماطم وضفنا الفلفل وضفنا البصل وعصرة ليمون جميلة جدا للدقوس، وضفنا زيت الزيتون، وبعدها البقدونس، ومن بعدها رشة ملح، وبعدها الفلفل الأسود. وإلى الخلاط نرجع للدياي ونشوف شو صار فيه. يا سلام جهز. ناخذ الدياي ونحطه في صينية مع عصرة ليمون ونجهزه للفرن. طبعا الدياي راح ياخذ فترة في الفرن تقريبا بحدود نص ساعة تقريبا على حسب قوة النار. نزلنا العيش ويلا بسم الله. طبعا العيش على حسب اللي يناسبك، يعني مش لازم يجف الماي لأنه راح يصير لين، على حسب الطريقة اللي انت تحبها. الدياي جهز مشوي مثل ما تشوفون، وجهزنا المكسرات، حطينا العيش ونزلنا عليه الدياي، وهذا الدقوس وبالعافية عليكم.